لما يكون مطبخك مفتوح ولكن ليه خصوصيه، يبقى ما قدامكيش غير ان انت تختاري مكان متميز يعمل لك المطبخ زي ما هتشوفيه دلوقتي. يلا بينا. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطبخ النهاردة مطبخ مفتوح ونفس الوقت ليه خصوصية لان هو مفصول عن الريسبشن. هو في بداية الطرقة بتاعة الغرف. اول حاجة انا بفضل في المطبخ المفتوح لو انا هعمل بار او كده ما اعملش طوب واحدد المطبخ او احدد مقاس البار بالطوب، لان ده مستحيل يتظبط او مستحيل نلتزم بيه 100%، ولازم هيحصل ديفو. وفي نفس الوقت هو هياخد حيز من التخزين او من مساحه الرجل اللي هيقعد على البار من بره، فملوش اي لازمه ان انا اعمل البار طوب. لا، هو البار يتعمل من نفس وحدات المطبخ، هستفيد بمساحه للرجل مرتاحه، وفي نفس الوقت هستفيد بالشكل الديكوري اللي انتوا شايفينه، هستفيد بجزء كده ورفوف ممكن استخدمها كاكسسوري للواجهه بتاعه المطبخ، لان انا بهتم جدا طبعا باول نظره للمطبخ، وفي نفس الوقت ممكن استخدمها ككافي كورنر. خدنا الجنب زي ما انتم شايفين بتداخل اللونين مع بعض علشان ادي تميز او ادي اخطفك شويه وانت داخله المطبخ. تعالي اشرح لك بقى المطبخ ده عامل ازاي. بدانا هنا بوحده ادراج كبيره 90 سم، فيها ادراج للحلل وفيها درج للمعالق وللشوك في الاول بالشكل ده. احس ان ده اقرب نقطه للسفره واقرب نقطه للاستخدام الخارجي، في نفس الوقت انا قريب جدا للبوتاجاز لو هخزن الحلل بتاعتي وهكذا، فمكان مناسب جدا. برضو دمجت هنا اللونين مع بعض عشان ادي احساس بالدخول. انا مساحه الحركه زي ما انتم شايفين او مساحه الدخول كافيه جدا وانا شايل حاجه. المطبخ المفتوح بيديني مساحه سبيس من فوق واسعه جدا، وفي نفس الوقت المساحه مظبوطه اللي انا هدخل منها، ودي نقطه مهمه جدا. ما كانش هينفع اعمل الوحده دي الا لو المساحه دي كافيه. بعد كده خدنا وحده ادراج للرفايع بالشكل الجميل ده، ودرجين تحتها برضو تخزين. يبقى انا كده ميزت النقطه دي في المدخل. وبعد كده خدنا هنا ترولي الزيت او تعالى اوريكم كده الترولي، لان انا عملت هنا 2 ترولي مش ترولي واحد. مبدئيا ده الترولي التفصيل، اللي هو الخشب، وعملت الناحيه الثانيه برضو ترولي اللي هو الستانلس الجاهز. تمام، شايفين الرعشه دي انا ما بفضلهاش او ما بفضلش الترولي الجاهز بسبب الرعشه دي، خصوصا كمان لو انا حاطط حاجات او كده هيبقى الموضوع مش مستقر قوي. فانا عندي الاوبشنين ويبقى الموضوع معايا في خيارات افضل. برضو ده ما بيكونش فيه الهزه الكبيره اللي توقع حاجه، او يا دوبك هزه خفيفه قوي اللي هي الطبيعي او النورمال في المطبخ. مكان البوتاجاز سيمي بيلت ان. يعني ايه سيمي بيلت ان؟ يعني ملوش ظهر ازاز. طيب عملنا ايه عشان نخليه يدي احساس البيلت ان؟ انا جاي برضو بوتاجاز ذو قيمه كويسه، في نفس الوقت شكله كويس، بس عشان اظهر جماله ده محتاج اهتم بشويه تفاصيل. تعالي شوفي كده الرخام هنا مقفول على البوتاجاز ازاي. يعتبر مفيش فراغ، او يعتبر الفراغ عشان نكون صراحه ملي بالظبط. شايفين التقفيل عامل ازاي؟
الفينش بتاع الرخام. طيب تعالي تحت بصي كده على تقفيل الوش اللي تحت ده علشان يكمل وش الضلف، وفي نفس الوقت الوزنه مكمله. اديتني احساس ان الجهاز بيلت ان عادي جدا ومدموج مع المطبخ بشكل حلو جدا، اقدر استخدمه باريحيه، وفي نفس الوقت ما عنديش فاصل ان هو يعدي حاجات او يوقع حاجات معايا بسهوله. الموضوع اصبح متناسق. البوتاجاز على سوى الرخام، النقط دي مهمه جدا وانا بحب اهتم بيها قوي قوي، بتفرق قوي في شكل المطبخ. بعد كده عندي كورنر من مدخل واحد، لان انا ما عنديش هنا مساحه كافيه ان انا اقدر اعمل مدخلين، خصوصا لوجود غساله اطباق وحوض كبير. تمام. فهو يعتبر كورنر للاستخدام الحاجات اللي انا ما بطلعهاش كتير. ركزوا قوي في التخزين في المطبخ ده انا مستغله ازاي. بعد كده طبعا جزء غساله الاطباق على شمال الحوض، وبعد كده عندي الحوض. تحت الحوض طبعا وحده الحوض لازم تكون من بوروديوم عشان تكون مقاومه للميه، الخامه نفسها ما بتتاثرش بالميه، علبه الحوض فقط. طبعا اكسسوار سله المهملات. الناحيه الثانيه طبعا انا عندي كورنر دخله واحده، لكن ما ينفعش ان انا اعمل الكورنر التاني دخلتين خالص. اصبح عندي كورنر هنا ضفت له بس جزء بسيط يديني مساحه دخول اوسع ومساحه رؤيه كمان احلى للكورنر. زي ما انتم شايفين، انت شايفه كل الكورنر قدامك من بره، عكس الكورنر اللي هو بيكون بضلفه واحده. جينا هنا في الاخر خدنا وحده ادراج رفايع، ويعني درج رفاعي يخدم الجزء اللي هو على ناحيه الحوض، وادراج للخضار. درج كبير عميق، الدرج ده اعتقد يشيل لحد 3 كيلو 4 كيلو يعني من اي استخدام. جيت بقى من فوق خدنا الميكرويف، وفوقه ضلفتين كده فيهم تقسيم للصواني، وفيهم جزء تخزين كمان عالي. ده بيبقى انسب مكان لان انا عندي العمق كبير شويه نسبيا، في نفس الوقت الميكرويف زي ما انتم شايفين بنازل شويه. وعندي كمان هنا المطبقيه بحيث ان هي تكون اقرب جزء للحوض، في نفس الوقت ده انسب مكان استخدام ليها. ما تضايقنيش مع الاكسسوار، الميكانيزم اللي بيرفع الضلفه لفوق بيخليني مرتاح وانا بستخدمها. طيب في اجزاء كده بتكون مهدره في المطبخ، انا بحب استفيد بيها كديكور. زي ما انتم شايفين جزء مهدر ممكن اعمله ضلفه واقفله وابقى انا مستغل كامل المطبخ الى اخره، ولكن انا ايه القيمه ان انا هستخدم ضلفه زي كده استفيد بيها كديكور كاكسسوارات كده جنبي وانا واقف على الحوض، تديني شكل ظريف، في نفس الوقت دمج الاضاءه بالشكل ده يدينا شكل لطيف جدا، وحددنا قوي المكان وبرزنا قوي الشكل في الجزئيه دي. تعالوا نشرح الناحيه الثانيه. طبعا عشان نرد على الكلام ده عملنا برضو وحده رفوف زي ما انتم شايفين هنا على الشمال، وبعد كده خدنا كورنر بالشكل ده بسيط. ما تنسوش طبعا ان في عمود هنا. يجي بقى عند المنطقه المميزه، منطقه الطهي ومنطقه الشغل الشاق، منطقه البوتاجاز. منطقه البوتاجاز طبعا عندنا الفلتر زي ما انتم شايفين، وعندي واحده ازاز يمين وشمال تديني عمق قوي في المطبخ وتحسسني المكان ده كبير ومستعد للمهمات الصعبه. الموضوع كله عامل نفسي في المطبخ. طبعا اماكن تخزين جيده جدا زي ما انتم شايفين، مساحه تخزين كبيره، زائد ان احنا بنهتم جدا بالاعماق بتاعه المطبخ. اهم حاجه العمق بتاع المطبخ والسعه التخزينيه بتاعته، لان في مستويات اعماق كتير في السوق. طبعا هنا عندي هيتبقى جزء صغير ولكن من بعده رفوف، وده مكان هستخدمه برضو، اقدر استخدمه ككافي كورنر واقدر استخدمه كاكسسوار. يبقى عندي مكانين ممكن استخدمهم كافي كورنر او اكسسوارات في المطبخ اللي هما في واجهه المطبخ. فخدت دي ضلفه بالشكل ده للاستخدامات السريعه، ولكن هنا انا محتاج ضلفه. طبعا زي ما انتم شايفين واجهه المطبخ مميزه جدا. التجاريد دي كانت معموله اصلا في تاسيس الشقه، تمام، احنا يعتبر كملنا عليها. فكان المفروض اصلا مخصص ان البار يكون في الجزئيه دي، ولكن انا قلت استفاد بالجزء ده لخدمه البوتاجاز، وعندي مساحه بار. وكان الهدف من وجود البار هنا ان احنا نعمل ترابيزه هشرحها لكم دلوقتي، ولكن انا عملتها فكره مختلفه بحيث ان المكان يسع ترابيزه ويسع بار وساحه تخزين كويسه للمطبخ. زي ما انتم شايفين هنا رفوف، اقدر استخدم الجزء ده ككافي كورنر او اكسسوارات، في نفس الوقت اقدر استخدم الجزء ده ككافي كورنر واكسسوارات. تداخل الالوان بالشكل الهائل ده ادانا تميز قوي لواجهه المطبخ واحساس بالحركه وان هو مش حاجه ممل. تداخل التكوين العلوي ده مع الاضاءه بالشكل ده اديتنا برضو مساحه تداخل كويسه ومساحه ان المطبخ مش ممل. تعالوا نبص على جوده الرخام وجوده الشطف وجوده التقفيل ومستوى الرخام. تقفيل حوالين البوتاجاز زي ما شرحنا،
في الفيديو جودة تقفيل الحوض اللي بيكون متركب من الاسفل، جودة الفواصل. اهتم جدا بالتفاصيل دي. طبعا عندنا التلاجة الضخمة جدا، وعندنا الفريزر الضخم جدا. خلينا افتح لكم التلاجة واوريكم نقطة مهمة. الجزء ال10 سنتي ده مش معمول كده شكلا، او مش معمول كده زيادة خامة يعني، لكن هو معمول علشان باب التلاجة وهو بيفتح ياخد زاوية اوسع شوية. لو الجزء ده مش موجود الباب ده هيفتح زاوية 90 اكتر. طب ده يضايقني في ايه؟ يضايقني في الدرج ده بمنتهى البساطة. مجرد ما انا اديت زاوية واسعة قدرت افتح الدرج بأريحية. لو قفلنا ده شوية الموضوع هيقفل عليه. نفس الكلام الفريزر. الحاجات اللي بيكون فيها ادراج لازم نكون شايفين التلاجة كويس، طبعا مع مساحة تخزين علوية كويسة جدا. تعالوا بقى نتكلم عن الترابيزة اللي هي مدمجة بالشكل ده. ادي كرسي 2 3 4، ونفس الكلام فوقها يقدر يقعد 4 اشخاص. اذا عندي 8 اشخاص. تعالوا نشوف بقى الاستخدام بتاعها عامل ازاي. مبدئيا عندي سفرة، انا محتاج 8 اشخاص يقعدوا في مساحة هي كبيرة مش صغيرة، ولكن بعد ما اقعد انا عايز اعرف اعدي واعرف اتعامل مع المكان، وفي نفس الوقت ما تبقاش عبء على المكان. ما حبيتش ان انا اعمل حاجة بتتفتح وتتفرد ونضحي بالبار علشان خاطر السفرة، ولكن احنا عملنا الكونسبت دي او الفكرة دي علشان نحقق وجود البار بالقعدة المستقلة بتاعته. في نفس الوقت عندي مساحة غدا للأسرة. الموضوع طبعا معمول على رجول، فالفتح والقفل سهل جدا زي ما انتم شايفين. تمام. ادي كده الترابيزه، وادي كده عندي البف اللي بيطلع برده بمنتهى السهوله. البف ده كمان فيه تخزين، مفيش حاجه معموله كده اعتباطا او شكل بس، لا كل حاجه ليها تخزين. والترابيزه هتطلع بالشكل ده، اقدر استخدمها من بره. اصبح عندي جزء قاعده من بره وعندي جزء قاعده من جوه. خلينا اقعد علشان نشوف مساحه القعده هتبقى عامله ازاي. هنا طبعا هيبقى مكان مخصص اكتر للاطفال اللي هو من جوه، عشان القعده هتبقى او بديهيا هتبقى اعلى شويه من اللي بره. تعالوا نشوف القعده اللي بره عامله ازاي. مركزين اصلا في مساحه الحركه بعد القعده عامله ازاي، ولكن خلينا نقعد باريح وضع. خلينا نقعد باريح وضع. انا قاعد كده، طبعا انا كبير اقدر اتعامل مع المكان، او انا طويل شويه فاقدر اتعامل مع المساحه دي، لان الكرسي ده هيبقى اوطى عشان يدخل تحت الجزئيه دي، لكن انا اقدر استخدم الترابيزه بشكل مريح جدا. اصبح عندي مساحه مرور كويسه جدا وانا بستخدم الترابيزه، وفي 8 افراد قاعدين اقدر اعدي بمنتهى الاريحيه. دي كانت اهم نقطه في الفكره دي. تعالوا نرجع كل حاجه كما كانت. الموضوع بمنتهى البساطه سهل جدا، بس كده خلص الموضوع. 8 اشخاص مرتاحين، القعده شكلها شيك جدا، ومساحه حركه كويسه جدا. في النهايه المطبخ يبان بسيط، ولكن كم الافكار اللي فيه خليته مميز. تداخل الالوان، الخامات اللي استخدمناها خامه اليوفي لاك اليالدز مع الاتش بي ال على كونتر. طبعا اتش بي ال جرين لام على كونتر كينج شرقاوي. احنا بنستخدم جميع الكونتر او العلب الداخليه كينج شرقاوي. بحب اطعم قوي بالاتش بي ال عشان يكون على كونتر، عشان يكون جنب العلبه على كونتر. ما بحبش اضيف فكره ان انا احط خامتين على بعض علشان ادي شكل. مفصلات تايتوس اوروبي. معانا المجرى الادراج السفلي تركي الهايله جدا، اللي بتديني سموز قوي في القفل والفتح، وفي نفس الوقت التحميل بتاعها قوي جدا. بس ده كان مطبخنا النهارده من مدينه الشروق. ان شاء الله نشوفكم في مطابخ جديده في اماكن جديده وافكار جديده واحلى. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم. مع السلامه.